مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج مصطلح الأسبوع. تحدثنا في الأسبوع الماضي حول مصطلح الدولة القومية، وفي هذا الأسبوع سنعرف براديغما الدولة القومية. مصطلح البراديغما يعني النموذج، وبالمعنى العام يعني المسار أو وجهة النظر المثالية، وهي التي توضح مقاييس القبول والرفض لدى فرد ما أو جماعة ما. ويمكننا أن نقول بتعبير أكثر بساطة هي وجهة نظر الإنسان الذي يقيم وفقها الحوادث والأشياء. ولقد اكتسب مفهوم البراديغما بفضل الفيلسوف الأمريكي توماس صاموئيل كون سياقا علميا وشعبيا من خلال كتابه المشهور تاريخ الثورات العلمية الذي نشره عام 1962، والذي يقدم فيه البراديغما وينتقل بها إلى مجال وتعريف أوسع. وبناء على هذا التعريف فمن المهم أن نتحدث عن الدولة القومية كبراديغما عميقة الجذور بجوانبها المعرفية. فالدولة القومية تعتمد على نموذج مختلفا تماما لأي نمط آخر من الدولة. وفي مرافعة المدنية الرأسمالية وتحت عنوان الحداثة الرأسمالية والدولة القومية، يعرف القائد عبد الله أوجلان براديغما الدولة القومية قائلا: إن الالتفات عن الدولة القومية دون النقاش حول جانبها المعرفي كبراديغما متجذرة لأبعد الحدود يعد نقصانا فادحا. تشير الصفات التي أطلقت حتى الآن إلى استناد الدولة القومية على براديغما مغايرة جدا لأي نمط آخر من الدول. إن نشاطات توماس كون بشأن نظريته المعرفية تسرد للعيان مدى أهمية هذه البراديغما، والخاصية التي أرغب في توضيحها ضمن السياق المتعلق بالبراديغما هي قوة الدولة القومية في التحريف الفظيع. فالمنظور العلمي للشخص المترعرع في الأوساط الاجتماعية للدولة القومية يكون مضادا للحقائق بنسبة 90%، والعلة الأساسية في ذلك هي قيام البراديغما الدولتية القومية بإنشاء وعيها الخاص بها بصدد التاريخ والمجتمع، بدءا من نمط بناء المواطنة والترويج لها وحتى إسقاطها على جميع مستويات المجتمع. نخص بالذكر تاريخ الأمة والدولة الذي أنشأته، والذي ينكر التاريخ العام مثل ما ينكر تاريخ الأمم والدول والمجتمعات الأخرى بنسبة كبرى، أو يقدمه بعد تزويره وتسخيره لخدمة تاريخه. وأي مواطن لا يمر من تلقين هذه البراديغما لا يمكنه أن يكون عالما مثمرا، حتى وإن لم يكن ذلك مستحيلا، إلا أن علمه سيكون شاذا جدا ومفتقرا للقدرة اللازمة لتطوير تفسيرات قيمة، لأنها تعصبية تنظر إلى كل شيء من زاوية منفعية الدولة القومية، ولا يمكن لكل الظواهر أن تكتسب معانيها ما لم تمر من عيناتها القوموية. وما من إمكانية لاستيعاب علوم الاجتماع، فمثلما أن منظورها الفاشي للأمة قد ضيق الخناق على إمكانية إحراز العلم، فهي غير قادرة على فهمه إلا عندما يتواءم مع وجهات نظرها. وما من ظاهرة أو علاقة أو حديث منبوذ من قبلها قادرا على إفساد حفظيتها. في هذه النقطة بالذات تبرز أمامنا التخريبات والأضرار التي تسببت بها القوموية كدين، فواقع أي شيء لا يخدم قوميتها لن يكون له أي معنى أو شأن لديها، وتعتبر لا جدوى منه، وأن حالته الروحية منزوية وعقله منقلق. لذا فهي تنظر إلى الوقائع الاجتماعية المفعمة بالمعاني الخارجة عن نطاق ظواهر الدولة القومية على أنها مضادة لها، ذلك أنه يتعين النظر إلى كل شيء في الواقع الاجتماعي من خلال منظار نزعة الدولة القومية. الأمر كذلك حتى وإن كانت الرؤية
أقرب إلى منظار حصان، وكل من ينظر من خلال هذا المنظار يكون عاجزا عن التحلي بنظرة موضوعية إلى التاريخ والفلسفة، حيث أن تصلب ذهنيتها يقدو عائقا جادا قائما بذاته، وهذا النمط من الرؤية غير مناسب لإدراك العلم. إن نموذج الدولة القومية عاجز عن التفكير بالمجتمعات خارج مجتمعه الدولة القوموي، وتعصبي بما يضاهي أكثر الميادين عصبية، فأما أنها لن تراك أو أنها ستراك عدوا لدود. وهذا هو السبب الذي يجعل عالم الدولة القومية يسفر دائما عن الحروب، ومثال هتلر قد يكون مثيرا في هذا السياق أيضا. فأما أن تكون أوروبا والعالم مثل ما يراها هو من خلال منظوره، أو ألا تكون فيتوجب إبادتها. وهذا يثبت كيفية تحول هذه البراديغما إلى عامل عنف وتعسفي نافذ من خلال عدد كبير من الأمثلة، ومن الواضح أن الحروب الدينية متعلقة بها أيضا. من غير المتوقع أن يكون أي عالم محصنا بوجهة نظر الدولة القومية العميقة قادرا على طرح تفسيرات وشروحات قيمة بشأن جميع العلوم، وعلى رأسها العلوم الاجتماعية. فهذه الذهنية التي تسبق كل شيء بطابع الأنا وتنادي بالأنا في كل شيء تبالغ في تضخيم نفسها. بالتالي فمن الواضح أنه ما من قوة قرار أو علاقة أو ممارسة سليمة يمكن أن تصدر من هكذا شخصية. ومن غير المأمول أن تسمح بفرصة السلم والتضامن والتكافل، وطنيا كان أم دوليا، كونها تضع نفسها في كفة، والدولة ومجتمعها وتاريخها وآفاقها ومصالحها وطموحاتها في الكفة الأخرى. أما وجهة نظر الحضارة الديمقراطية فهي فرصة عظيمة ورائعة من حيث إنتاج العلم السليم، ونخص بالذكر الحاجة الماسة إلى علم جديد في آتون الأزمة والفوضى العارمة، والتي لا يمكن حلها إلا بسيادة نموذج المجتمع الديمقراطي فقط. ونظرا لاستحالية ظهور الحلول العلمية دون حلحلة وتفكيك القضايا المعرفية، فإن تحطيم طوق براديغمة الدولة القومية والتحلي ببراديغمة العصرانية الديمقراطية سوف يصل بنا إلى القدرة على إيجاد الحل اللازم والمترقب. إلى هنا نصل إلى ختام مصطلحنا لهذا الأسبوع. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم سالمين.